أعزائنا المشاهدين، حبايبنا الغاليين، أيها الإخوة الكرويون، رجعنا لكم من جديد مع حبولو. مرتضى منصور يا إخواننا، يعني اللي أثبت رسمي طبعا إن هو لامم جميع الفلوس بتاعت نادي الزمالك طبعا، وحاططها في حساب بتاعه. فطبعا قاعد يمهد هو لفترة. تمام، الكلام ده هنثبتها لكم بالأدلة يعني. فطبعا قاعد يمهد هو في موضوع الكلام والحسب اللي يطلع فيها من شوية من هنا وشوية من هنا لغاية من نتمكن. وتصريح رسمي يعني طالع انه هو نقل الفلوس او قسمها على بعض من زمايله اللي هم الجماعة المحاميين يعني. حط الارصدة بتاعتهم واخد عليهم ورق وواخد عليهم ضمانات عشان خاطر ان هي ربما يتقلب عليه يعني، ولا يتقلب في من وراه تروح تظهر الفلوس يعني. فهو خايف يا اخواننا، راح مقسم الفلوس دي هيتي على بعض من اصحابه، بحيث ان ايه بالعربي مرتضى منصور عايز يتفصل من النادي، بس مش لاقي طريقه، او مش لاقي ان هو حد يطلع يقول له إيه احنا مش عايزينك في النادي او تمسك رئاسه نادي الزمالك يعني. فده طبعا يا اخواننا احنا ما عندناش في شيء، بس انا هنثبت لك بالدليل. طبعا هو طلع شويه من فتره يقول ايه مرتضى منصور، وهالصوره ظاهره قدامكم حاليا. هيقول احمد عبد القادر كل شويه يعمل احتفال وحركات واشارات للماسونيه. تمام، كله طبعا فاهم الحركه دي يعني. ده لو في الزمالك كان تم شطبه فورا. طبعا اخواننا ده لعيب، وبعد الماتش يعني راد الكسبان، وايه العلامه اللي هي عاملها ده؟ راد رافع 3 صوابع، صبعين من هاني والصبع الصغير يعني، انت لو تلاحظ فدي يعني مش دليل ادانه يعني انه هو يعملها. طيب ده لعيب كورة يا اخواننا، تمام، ركز معايا. ماشي، ده لعيب كورة فمن حقه يعني. طيب يعني هو الحركة اللي عملها والله انا مش شايف فيها اي حاجة يعني. طبعا المهم، طيب اذا كان هو ده تمام، يعني ده لعيب كورة وعمل حركة اصلا مش لافتة للنظر. تمام، طيب ما انت جيت ماشي كأنت ذات نفسك مرتضى منصور، رحت طالع مصرح بصورة، طبعا واحد مش هينفع ان الصورة دي ينزلها، بس هنزل لك كلمتين قالهم. هو يقول يا عمالين تقولوا مين الغبي اللي جاب سامسونج الزمالك، احب اقول لكم مين. يقول هيكلم الجمهور اللي الناس كلها اللي تحكي، يقول له امك اللي جابته. اه والله امكم اللي جابته، وبقول لقناة الزمالك الفيديو ده ولا حرف يتشال ولا كلمة تتشال، وابو حذر يعني مش عايز اي حد يشيل من هذا من الفيديو يعني. طيب يا اخوانا انتوا هل لادد عليكم؟ طيب وطالع تقول طب ما انت عايز تتفصل ولا عايز تترف، ما تقدم استقالتك من النادي ما هو. هو اخواننا بالعربي اصلا لو قدم الاستقاله بتاعته هيتكشف طبعا، وهي تعالى انت في تحقيق وفي بتاع. فهو عايز يعمل ايه؟ عايز ان اي حد كده هو تمام يطلع يعني، واحد يكون من النادي، واحد يكون راجل يعني، تمام، يطلع يقول ايه، يقول لا المرتضى منصور يقول احنا مش عايزينك وامشي. بس دي هيتي عمرها ما تحصل طبعا يا اخواننا يعني، ان هو اصلا عايز وشغال تصريحات من هنا ومن هنا، وكل شويه في تصريح يعني. كده بقى انت مش بيبو، انا بيبو. وعشان كده لازم تاخد ضربات جزاء.